أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الفنان الفلسطيني المبدع محمد عساف، والذي حصل على لقب محبوب العرب في برنامج عرب ايدل. محمد أهلا وسهلا بك. بداية محمد، هناك أكثر ما يقارب 65 مليون حصل عليها الفنان محمد عساف من جميع الدول العربية، من فلسطين، من غزة، من الضفة، من عرب 48، من كل الأقطار العربية. ماذا تقول لهذه الملايين وهذه الجموع التي تبعتك على مدار 3 أشهر من برنامج عرب ايدل؟ يعني أنا حابب أشكر كل الناس اللي دعمتني وصوتت لي من المحيط للخليج، وحابب أشكر شكر خاص للشعب الفلسطيني في كل مكان، في غزة والضفة الغربية وعرب 48. يعني بأمانة لولا رب العالمين ولولاكم ولولا تصويتكم ودعمكم ووقوفكم إلى جانبي، يعني أنا ما وصلت للي وصلت له. فحقا يعني كلمة شكر لكم. محمد، يعني بعد ما أتيت إلى غزة كانت هناك حقيقة أفواج بشرية كبيرة هائلة كانت في استقبالك، سواء كان على معبر رفح أو في مخيم خان يونس أمام منزلك. هذه الحشود يعني كيف، يعني ماذا تقول لها؟ يعني خاصة جزء كبير منها لم يستطيع أن يسلم عليك أو يصافحك أو يهنيك بشكل شخصي. يعني حابب أحكي لهم أنا ابنكو ومنكو وإلكو. ممكن بس الظروف شوية من ناحية انه ما فيش ترتيبات لحمايتي بسبب كثرة الناس. يعني انتم لاحظتوا على المعبر قديش كان العدد كبير جدا، وحتى الشرطة لم تستطع ضبط الامور بسبب الاعداد الهائلة اللي اجت تستقبلني. ففي خوف على حياتي صراحة بعد من قبل ايضا الأونروا بسبب تعيين سفير للنوايا الحسنة. فالموضوع يعني في خوف كتير. أنا كمان صرت خايف على حياتي. يعني الموضوع بصراحة مش مرتب. يعني أعداد الناس كانت كبيرة جدا، وأنا يعني ما قدرتش إنه أنا أسلم على، مش يعني صعب. يعني السيارة اللي أنا كنت طالع فيها اختفت. يعني لولا شرطة غزة يعني بالأمانة أنا يعني كان الله أعلم شو صار معي. يعني أنا بتمنى منهم ما يزعلوش مني، أنا بعتذر منهم، لكن الموضوع صعب شوي علي من خلال ترتيبه. يعني عن جد أنا بعتذر لهم. أنا ابنك وأنا ابن المخيم وأنا ابن فلسطين، ومش معناته إنه أنا يعني ما بديش. بالعكس، أنا والله أمنيتي إنه أنا أمشي في الشوارع وأسلم على كل الناس، بس مش بإيدي. يعني صار الموضوع فوق طاقتي. يعني انه مش بدك تسلم 10 أو 20 أو يعني على المعبر. اقسم بالله انا يعني ارتعبت بصراحة من العدد، والناس كلها هجمت على السيارة اللي انا كنت فيها، والسيارة تكسرت. يعني لولا يعني انه الشرطة هجوم المحبين هجوم الناس طبعا المحبين وانا بقدر هالشيء، والله بقدر هالشيء، لكن الموضوع صعب وكان في خطر على حياتي بكل صراحة. نعم. محمد، أنت من برنامج عرب ايدل أتيت إلى غزة تحمل لقب عرب ايدل وعدد من الألقاب الأخرى. دعنا في لقب عرب ايدل، أنت الآن في غزة، ماذا ستكون برامجك، خاصة أن غزة ستكون محطة الانطلاق الأولى نحو النجومية، نحو رفع اسم فلسطين عاليا في الجوانب الأدبية والفنية والثقافية؟ ما هي مشاريعك المستقبلية؟ ماذا يمكن أن تقول لكل محبينك وللمشاهدين عبر فضائية معا عن مشاريعك الفنية المستقبلة؟ وماذا سيكون لفلسطين؟ هل فلسطين الألبوم الأول سيكون هناك جزء لفلسطين وقضاياه الوطنية العادلة؟ يعني في أعمال كتيرة صراحة. في عندي ألبوم، وفي عندي خليني قبل ما استبق الأحداث إنه عندي أغنية لتتر مسلسل كويتي في رمضان سيبث على قناة الأمبسي. يعني حقوم بتسجيلها اليومين الجايات، لأنه حتوجه إلى دبي غدا عبر معبر رفح. إن شاء الله حيكون عندي ألبوم غنائي مكون من 6 أغاني سيشرف عليه الفنان راشد الماجد. ويعني حيكون إنتاج شركة بلاتينيوم اللي أنا وقعت معها العقد. في مجموعة حفلات كبيرة صراحة في الضفة الغربية، الكل يمكن صار ما علم، في رام الله وفي بيت لحم وفي نابلس. ووصلتني بعد المعلومات، يعني لسه مش متأكد منها، إنه راح يكون في حفلة في مدينة الناصرة داخل الأرض المحتلة.
يعني حيكون حفلات في معظم الدول العربية، في الأردن، في الإمارات، في الكويت، في المغرب، في مصر. يعني مجموعة من الحفلات، يعني بصراحة مش هقدر أذكرها بالتفصيل، لكن في عندي جدول كبير يعني أعمال. بالنسبة للأعمال الوطنية، أنا تربيت على الأغاني الوطنية. محمد أول ما بدأ بشد حيلك يا بلد، ونحن تربينا على الأغاني الوطنية، وظرفنا اللي احنا عايشينه، السياسة الصعب والقهر والاحتلال والظلم، هذه شغلة بتضلها يعني معاي شخصيا أنا كإنسان عفوا، هذه شغلة راح تضلها مرافقاني طول مسيرتي الفنية. فلا يمكن أنه أنا أبخل على قضيتي الفلسطينية، بالعكس أنا لازم أخدم قضية الفلسطينية من خلال ما أنا حصلت عليه. لازم أنه أنا أمثل الشعب الفلسطيني خير تمثيل، بأنه أغني التراث الفلسطيني وأسمع العالم العربي والعالم أنه شعب فلسطين، الصورة الصحيحة للشعب الفلسطيني ولغزة تحديدا، أنه مش غزة ليست عبارة عن منطقة حرب ودمار، بالعكس أنه بإمكاننا أنه إحنا نغني، ورسالتنا رسالة محبة وسلام طبيعي. يعني هذه رسالتي الفنية اللي راح تكون موجهة. محمد، ربما تكون أنت أصغر سفير للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين للنروة. هذا اللقب الكبير طبعا هو ليس كبير عليك، ولكن ماذا ستفعل من هذا اللقب لخدمة قضايا الشعب الفلسطيني، خاصة شريحة الشباب اللي أنت بتمثلها، سواء كان هذا الخدمة في المجالات الثقافية الإبداعية الفنية، أو حتى في أماكن مختلفة في سوريا؟ تعلم أن وضع اللاجئين خاصة الشباب الفلسطيني في مخيمات اللجوء وضع صعب، ماذا ستفعل؟ وفي لبنان يعني بصراحة أنا شرف كبير لي، وسعدت جدا بتعييني سفير للنوايا الحسنة وللشباب تحديدا اللاجئين. شرف كبير انه اتعين في هذا المكان، وفي نفس الوقت هذه الشغله ليست سهله. اتمنى انه انا اكون قد هاي المسؤوليه، واحكي عن هموم شبابنا الفلسطيني، عن حبه للحريه والسلام، وحبه للعيش، انه الشباب الفلسطيني، انا لاجئ وفلسطيني وشاب، وغنيت ووصلت واخذت لقب محبوب العرب واصبحت سفير. يعني الشباب الفلسطيني قادر على انه يصنع التغيير، الشباب الفلسطيني قادر انه يجمل هالحياة الصعبة اللي احنا في هالظروف الصعبة اللي نحن بنعيشها اليوم. انا محمد من جيل كامل خريج جامعات، مهندسين واطباء والعديد من المجالات. والشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني مبدع، مش بس في المجال الفني، في مجال الشعر والأدب، في المجالات العلمية والثقافية، في كل هذه المجالات. وهذه شغلة أنا كمان يعني راح أخدم إن شاء الله إذا أتيحت لي الفرصة إن شاء الله وربنا سهل أموري، إنه أنا لن أبخل على أي أحد من شبابنا الفلسطيني ومن شعبنا الفلسطيني في أي شغلة بيستطيع محمد إنه يقدمها. راح أساعد الجميع، لأنه كلنا أبناء هالمعاناة وكلنا عانينا، وأنا عانيت لحد ما وصلت بسهولة. الجميع يعلم جيدا قديش المواطن الفلسطيني وخاصة المواطن الغزاوي كيف المعاناة اللي بعيشها الصعبة وظروف الاحتلال وظروفنا الاقتصادية الصعبة. محمد، بداية يعني دار حديث عن أن السيد منيب المصري يعني دائما في برنامج عرب آيدل وأيضا عبر المعبر وحتى هنا في الفندق، يعني الناس يقول أن يعني دائما أنت معه وهو متبنيك. يعني احكي لنا عن القصة هاي، هناك أسئلة كثيرة. يعني بأمانة الأخ ورجل الأعمال الأستاذ منيب المصري بيدعم الشباب، وأنا للأمانة يعني أحد الناس اللي وقفت إلى جانبي من ضمن عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين والشركات والمؤسسات الفلسطينية. أنا بتشكره على فتاته الطيبة وعلى دعمه لإلي وخدمته لمجتمعه ولقضيته. اعتبر محمد فنان قضية فلسطينية إنه من الواجب خدمته. أنا بتشكره. يمكن أشيع في آخر أيام لما أنا دخلت غزة إنه هو أخذوني رجال الأعمال، بالعكس أنا ملك هذا الشعب وأنا ابن المخيم وأنا ابن هذا الشعب، ولا يمكن حدا يغويني ولا أحد يستغلني. أنا بشكر الأستاذ منيب المصري على دعمه لإلي، وبشكر كل المؤسسات على دعمها لإلي، وشكرا ماذا تقول للمشاهدين عبر فضائية معنا؟ بشكر
بشكركم على دعمكم وتصويتكم، ومحمد ابن هذا الشعب، والشهرة وأضواء الشهرة مش راح تغير محمد نهائيا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية